اللهم اجعل شهر رجب شهرا تدبر فيه الخواطر وتطيب فيه النفوس وتغفر فيه الذنوب وتصلح فيه الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. اول حاجة بنبدأ بيها كلامنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة ببتدي بيها كده بعد ما بفطر كويس بشرب كوباية او فنجان قهوة باللبن. بحس كده ان هو بيفوقني لان انا على طول عندي صداع بسبب الجيوب الانفيه، فبشرب كده القهوه معاها حاجه مسكره عشان الضغط برضو بيتظبط. وكمان بكون قبلها فطرت كويس قوي عشان برضو ما اتعبش من القهوه. عايزه اقول لكم بقى ان انا قبل ما اشرب القهوه او افطر اصلا بكون فتحت الشبابيك وهويت كده الشقه زي ما انتم شايفين. بصوا طبعا الفرش ده كنت فرشاه معاكم الفيديو اللي فات، فالاوضه كانت يعتبر محتاجه ان انا اهوي البطاطين بس، وان انا اظبط السراير كده وارجع البطاطين تاني مكانها. انا بعمل الحركه دي كل يوم، لازم لما نصحى اطلع البطاطين كده على الشباك تتهوى، برضو عشان ادوار البرد المستمره في الشتاء والتعب وكده لازم الفرش يتهوى يوميا. وبسيب الشباك مفتوح يهوي السراير نفسها. كمان بقى في الباب الاوضه عشان الدبان صراحه بيبقى فظيع، بحكم الدبان كده في الاوضه واحده بحيث ان هو ما ينتشرش في باقي الشقه. وقبل ما اقفل بقى الشباك بروح ناشره الدبان ومطلعاه وخلاص كده بقفل الشباك. بصوا بقى هنا أنا روقت السراير ورجعت كده المخدات مكانها وظبطت الدفايات وكل حاجه، وسبت البطاطين على الشباك زي ما هي، مش هدخلها دلوقتي خالص غير مثلا قبل كده المغرب بشويه تكون خدت التهويه كلها بتاعتها، وادخلها بقى واطلع الدبان واقفل الشباك وادفي الاوضه. عايزه اقول لكم ان انا بعمل كده في الشقه كلها مش اوضه واحده، بس انا بديكوا الفكره، مش لازم اصور كل حاجه عشان ميبقاش الفيديو طويل عليكم وتتضايقوا. فانا بس بقول لكم ان انا لازم اهوي الشقه كلها كل يوم واطلع الفرش كده على الشباك. اليوم ده كنت هعمل بقى غدا كده، يعني هو حلو وفي نفس الوقت برضو مش متعب قوي. سمك ورز صياديه، واليوم ده ما كانش عندي ولا جرجير ولا خيار فمعرفتش اعمل سلطه. قطعت كده طماطم وقليت فلفل، انا بحب جدا بعشق الفلفل اصلا، جنب اي اكله تلاقوني حاطه فلفل حامي. يعني انا ما بعرفش اكل غير بالفلفل الحامي بصراحه. المهم ان انا عملت كده الرز الصياديه وسمك الشبار او البلطي حسب ما انتوا بتقولوه. وانا اليوم ده كنت هتغدى لوحدي فعملت كده سمكه واحده، وعملت رز كده على قدي، يعني هو ده الغدا اللي انا عملته، حاجات كده على قدي. السمك بقى انا بعمله بتتبيله كده بسيطه جدا، يعني مش بافور فيها. بحط شويه كمون فلفل اسمر ملح شطه كزبره ناشفه، طبعا توم مهروس وليمون. وطبعا السمك بيكون مفتوح قلبه من جوه، بدعكه بقى كويس جدا من جوه، وبسيبه كده شويه في التتبيله دي، وبعدين بعمله بالدقيق وبقليه مفيهوش اي حاجه خالص. هنا بقى كنا خلاص كده على المغرب. دخلت البطاطين زي ما انتوا شايفينها كده ان انا فردتها على السراير. يعني بصوا انا بعمل تغيير، يعني احيانا تلاقوني طبقت البطاطين حطيتها على جنب، احيانا تلاقوني فردتها كده على السرير بحيث ان شكلها يبان. يعني بصوا كل يوم على حسب الحاله المزاجيه بتاعتي. المهم ان انا اغير كل يوم الحاجه اللي انا عيني شايفاها، لان انا اغلب الوقت معظم الوقت قاعده في البيت، فبحس ان انا كده زهقانه من منظر الحاجه في عينيا هي كل يوم، فبحب ان انا اغير. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت كده الاوضه كمان دخلت غسلت المواعين، وكان في غسيل في الغساله نشرته. المهم ان انا بعمل كذا حاجه مش بصور كل حاجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بعد ما خلصت بقى الحاجات دي كلها كنت هنزل كمان اجيب علاج من الصيدليه، يعني كان في علاج ناقص عندي وكنت نازله ان انا اجيبه. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. كثفوا الدعاء كتير جدا في الايام دي، احلى ايام في السنه. ربنا يا رب يتقبل منكم كل دعواتكم. استنوني بقى في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق كده باي حاجه عايزين تقولوها لي. مع الف سلامه حبايب قلبي، في حفظ الله.